موضوع بنتاج يا جماعه ليه كذا شق. خليني بسرعه اشرحه لكم. اولا، قبل ما احمد عبد الرؤوف امبارح في المؤتمر الصحفي اللي بعد الماتش يتكلم في الموضوع، ما كانش حد بيتكلم ليه؟ هو فسخ بقاله 3 ايام. يعني ليه الاداره حتى جبانه لدرجه ان هي تصارح الجماهير بالحقيقه ان هو وكيله فسخ العقد وبينظر لعرض سعودي والكلام اللي عرفناه ده كله؟ ليه انتوا جبناء لهذه الدرجه فاكرين الموضوع هيتحل؟ تمام. ده رقم واحد. رقم اتنين، ليه احمد عبد الرؤوف المدرب يطلع يتكلم في حاجه زي دي؟ هم سالوه عن بنتايج. تمام. فبنتايج كان يقدر لو هو مش عايز يقول، وهو مش دوره انه يقول، كان يقدر يقول هو يا جماعه لسه متجوز وفي شهر عسل واخد اجازته وهيرجع. بس هو قال ايه؟ قال ان هو متغيب وانا ما اعرفش هو فين، وفسخ عقده. قال كده في المؤتمر وفسخ عقده. تمام. طب احمد عبد الرؤوف هيقول كده ليه غيره وهو عارف انه ماشي؟ ما هو احمد عبد الرؤوف لو واخد وعد انه هيكمل او فاكر انه هيكمل او عنده احساس انه هيكمل، عمره ما هيقول كده، لانه مش هيعمل مشاكل نفسه مع الاداره. لكن هو قال كده لانه حس ان هو خلاص بيتم ان هو يعني العمل في انه هيمشي وفي مدرب تاني جاي مكانه، فخلاص مش فارقه يعني، فبيقول بقى اللي عنده كله. ده رقم اتنين. رقم تلاتة، وده الاهم بقى، لما الصحفي المكالمه المسربه، في مكالمه مسربه بين صحفي وبين احمد سليمان اللي قال له موضوع بنتايج على اساس ان هو حماه، يعني ما هو بنتايج متجوز بنت احمد سليمان، يعني بعيدا عن غرابه هذا الشيء يعني، بس دي حاجات شخصيه فملناش دعوه. قال له انت بتكلمني انا ليه؟ كلم المدير الرياضي حبيبك. معناها ايه بقى؟ معناها ان الراجل ده متغاظ وبيغل بقاله سنه ان هو بره الموضوع، وان هو كان هو اللي ماسك الصفقات وكان هو الموعود من المجلس ده في الانتخابات. هو كان عايز ينزل رئيس، بس هو لما نزل عضو مجلس اداره عادي لانه تم وعده ان هو اللي يمسك ملف الكوره كله، وفعلا اول سنه هو اللي كان ماسك الصفقات كلها. فلما الدنيا باظت وجابوا جون ادوارد ركنه. فهو طبعا متغاظ من الموضوع ده وساكت وراكن وكانن وما كانش ليه حس خالص. فجه موضوع النسب اللي هو بينه وبين تايج، فيستغلوا اسوأ استغلال عشان يصفي مصالح شخصيه ويضغط على الراجل ان هو يفسخ عقده. ما بقولكش ان احمد سليمان السبب، بس بقول لك قد ايه النادي ده بيدار بمنتهى العشوائيه، ويا ريته عشوائيه، لا، في فساد وفي ناس بتغل من بعض وناس ما عندهاش اي مشكله، ذره مشكله واحده ان هم يضربوا في النادي مقابل انه لمصالحهم الشخصيه. هم اعضاء مجلس اداره، انت راجل عضو مجلس اداره لحد النهارده، انت اسمك عضو مجلس اداره. شئت ام ابيت، او اتركنت، اتهمشت، اتعملت، ده مش انت عضو مجلس اداره. فازاي تطلع بتصريح تقول له كلم المدير الرياضي حبيبك؟ هو اللي عارف الموضوع ده كله. حاجه عبثيه وحاجه تدل على قد ايه النادي ده ماشي في سكه اللي يروح ما يرجعش.